هل توجد محاولات للتفاهم فيما بين الإسلاميين الأكراد على اختلاف انتماءاتهم، أنه تعالوا يا جماعة نعيد النظر في هذه المشاريع التي نحن بصددها؟ لماذا لا نعيد اللحمة، نوحد صفوفنا، نتفق على برنامج واحد فيه خدمة شعبنا وفيه نهضة الإسلام؟ ليس سهلا. أولا بالنسبة للاتحاد الإسلامي جناح الإخوان المسلمين لا يتفق مع أحد، يتفق مع أبعد الكفر، مع الشيطان، لا يتفق مع أهل الإسلام بشيء، سلفي خلفي صوفي أيا يكون. غريب، هو غريب جدا أنه يتفق مع الاشتراكي والليبرالي واليميني واليساري ومع الجميع بدون أن يتفق مع أهل الإسلام الصوفية، سلفية، جماعة علي بابير، جماعة فلان، جماعة كذا. هذا أولا نحن ميؤوسين منه. بالنسبة للجماعة الإسلامية خط إيراني، حتى لو أرادوا إيران ما تسمح لهم، لأن التمويل من إيران، تمويل من إيران ومساعداتهم أموالهم، الموظفين حتى المشرفين المهندسين، مهندسي الديكور ومهندسي التلفزيون هم كلهم إيرانيين. فما ممكن، يعني ليس من السهل. ولذلك إيران فقط تضغط على الحزب الديمقراطي أو على الجماعة الطالباني لكي يزودوا أخ علي بابير بمبلغ من المال ممكن تمشية أعمالها بها. أما بالنسبة للإذلال الإسلامي، يعني الآن نحن نعيش في كردستان زمن الهيمنة والغطرسة العلمانية الكمالية في بداية العشرينات القرن الماضي، أو خمسينات الناصرية، أو سبعينات محمد سياد بري في الصومال. غربة الإسلام. يمنع بناء مسجد في كردستان إلى عام 2050 رسميا يمنع. كل سيتي عندما يبنون مدينة، ألماني سيتي ولا لبناني سيتي ولا كذا حسب الشركات، ليس فيها موقع للمسجد. وأي شخص يريد بناء مسجد بالشروط هذه ينبغي أن تكون على قطعة 1000 متر، و1000 متر ما ممكن حصولها في إطار البلديات المدن، لابد أن تكون في الصحراء، في مناطق قاحلة. يعني ترى أنت أن هذا من باب التعجيز؟ نعم بالتأكيد. فبالنسبة للإسلام الآن الوضع في كردستان وضع مزري جدا. وماذا حدث لما تبقى من الحركة الإسلامية؟ لأنه الحركة الإسلامية أيضا موجودة لكن ضعيفة أيضا بالتأكيد، يعني ضعيفة لا تصل، لأن نحن بلادنا بلاد ميليشيا، بلاد قوة، ليس في بلاد قانون. يعني صحيح يوجد برلمان، لكن من المسيطر في البرلمان؟ من الذي يمسك يأخذ ميزانية المنطقة؟ الحزبان. بمعنى أن من أراد أن يكون له كلمة ونفوذ لابد أن يكون لديه قوة مسلحة. نعم لابد أن يكون سلاح. حزب العمال الكردستاني بكك، حزب العمال الآن في أراضي الجنوب في كردستان العراق، وإن كان هو طبعا لا أحد يمتلك الأرض، هي أرض الأكراد وأرض غيره، مع كل من يأتي يستطيع أن يكون هناك. حزب العمال الكردستاني الآن على أراضي كردستان العراقية، كيف يستطيع أن يحمي نفسه؟ بقوة السلاح. يعني على الأقل تتحكم في 100 قرية ولها نفوذ، وفي قنديل جبال وبيشمركة بواسل شجعانين يدافعون عن أنفسهم. من يريد أن يهاجمهم تفضل فليأتي، جيش تركي ولا جيش أمريكي ولا جيش عراقي ولا برزاني ولا طالباني، من يهاجمنا تفضل فليأتي. هو هذا المنطق يعني. فبالنسبة لأهل الإسلام أيضا إذا أرادوا أن يكون لهم نفوذ في هذه المنطقة الميليشياتية لابد أيضا أن يكونوا مسلحين، وإلا حتى لو ربح في الانتخابات الآن يكون في 25 تموز انتخابات في المنطقة الكردية، الحزبان الإسلاميان يدخلون جيد مع طبعا حزبين علمانيين، لو حصلوا على 80% من الأصوات من البرلمان، هل يستطيعون أن يدخلوا البرلمان بدون إجازة من حزب الديمقراطي الكردستاني؟ لا يستطيع. أخ صلاح الدين محمد بهاء الدين وهو رئيس الحزب الإخواني له 5 أعضاء في البرلمان في بغداد و9 أعضاء في برلمان أربيل، ذهب إلى القاهرة اجتمع مع إياد علاوي ومع بعض المعارضة، قبل عودته قالوا يجب أن يتوب ثم يأتي إلى كردستان، وتاب ثم سمحوا له أن يأتي إلى أربيل. يتوب عن ماذا؟ يتوب عن ذهابه إلى هذا الاجتماع من دون إجازتنا. وحرقوا 16 مقرا لجماعة
أخ صلاح الدين محمد بهادي. تقصد أن الأحزاب الكردية هي التي قالت يجب أن يتوب؟ نعم، مسعود البرزاني تكلم، جلال الطالباني تكلم، وعدنان مفتي رئيس البرلمان تكلم، قال يجب أن يتراجع عن هذه الخطوة، وتراجع. وحرقوا 16 مقرا لهم، مكاتب لهم. تعرف الإخوان المسلمين في بلادنا وفي بلاد غيرنا وناس مثقفين، نخبة مثقفة هادئة الطبع مسالمة، وإذا في مناطق بهدينان مسالمة أكثر. لكن مع البرزاني هاجموا مقراتهم في يوم واحد، 16 مقر حرقوها، والناس ماتوا فيها حرقا من قادة الإخوان.